السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عمر سبورت برو الرياضية. في آخر تطورات القضية اللي كتجمع الآن في محكمة الطاس لوزان السويسرية بين نهضة بركان والاتحاد العاصمة الجزائري بسبب القضية المشهورة اللي كلشي كيعرفها، هي قضية ديال الألبسة اللي تمنعت أن فريق نهضة بركان تلعب بها في وسط بلاد الجزائر. هاد القضية وصلت للطاس، والطاس رفضت القرار الاستعجالي اللي دفعته الجزائر. ردات هذا الملف حتى تشوف المحتوى ديالو وتشوف القضية الأساس ديالها، لأن من الأساس ديالها راه قضية ماشي في مصلحة اتحاد العاصمة اللي منعت الأقمصة والألبسة ديال نهضة بركان باش تدخل الأراضي الجزائرية، رغم أن لا الألبسة ولا نهضة بركان كيشكل خطر على البلد الجزائر، لأن ما دخلتش لا في مشاكل سياسية ديالنا ولا مشاكل ديال الشعب الجزائري. هذا كيهم خريطة المغرب، خريطة اللي داخلة فيها الصحراء الغربية اللي ديال المغرب، اللي معترف بها من طرف الأمم المتحدة. هذه الخريطة اللي هي معتمدة من طرف الفاف، من طرف الكاف، ومن طرف الفيفا. الألبسة ما فيها حتى شي إشكال، اللي يقدر أنها الجزائر ما تخليهاش تدخل الأراضي ديالها. المباراة ديال الإياب راه الهزيمة معروفة 3-0، لأن الفريق الجزائري استحوذ على الألبسة وما خلاش الفريق المغربي أنه يلعب بهم. وعنده القدوم المقابلة الذهاب اللي كانت في بركان، رفض فريق اتحاد العاصمة أنه يدخل المقابلة. ما عندوش شي عذر، ما عندوش شي وسيلة ولا شي ذريعة أنه ما يدخلش المقابلة، لذلك فكتعتبر أن الفريق غائب. وفي قانون الكاف كتعتبر الفريق الغائب منهزم ب3-0. إذا إلا شفنا مقابلة الذهاب والإياب 3-3 يساوي 6-0. إذا فريق نهضة البركان يستحق أن يتأهل إلى النهاية لمواجهة فريق الزمالك المصري. إلا أن السلطات الجزائرية تصارع الزمن وكتدفع جميع الوسائل ديالها السياسية والرياضية وبكل ما تحمل الكلمة من أجل أن الطاس تنصفها وتعطيها شي قرار آخر إعادة المقابلة. فما كنظنش أن الطاس من أول وهلة هي شافت الملف رجعته، ما بغاتش أنها تشبر الملف الأول. فحاليا فريق نهضة بركان كتعتبر المنتصر، والفريق الجزائري ما عندوش شي أدلة، ما عندوش شي أمور اللي نقدر أن الطاس تقدر تلغي نتيجة ديال الذهاب والإياب، لأن المشاكل ديال الجزائر ما كنتحملوهاش، ما داخلاش فيها الكرة المغربية. خريطة مغربية من طنجة للقويرة، فما دخل الجزائر في الخريطة؟ فلا تمس حدودها ولا تمس شعبها ولا تمس سيادة الجزائر. فلذلك فهذاك الرفض اللي كان رفض باهت، رفض لا محل له من الإعراب، ولذلك فكتعتبر القضية فاشلة. فبركان تستحق أنها تكون في النهاية لمواجهة تكون مغربية مصرية. غنشوفو إن شاء الله الكرة، غنشوف اللي فاز كيستحق ما بين البلدين، بلد المغرب وبلد مصر الحبيبة، فهما بلدان أشقاء، فلا دخل للسياسة في الكرة. فكتمنوا أن السياسة ما تدخلش في الكرة، خليو الكرة كرة المتعة، كرة الفرجة، كيتفرج المستمع، كيتفرج الجمهور، كيتفرجوا في فنيات كروية، فنيات اللي تقدر تخلي الإنسان أنه يرتاح من واحد التعب، يرتاح من جميع النواحي. فأما دخول السياسة في الكرة فغنخليو الكرة أنها ترجع للور. وحتى الفيفا ما كتشجعش أن السياسة تدخل في الكرة، لذلك فقضية محسومة، فلا داعي من أجل التماطل، فلا داعي لاستعجال الأمور اللي ماشي في محل ديالها.
فكنتظروا إن شاء الله النهاية بين فريق نهضة بركان وفريق الزمالك المصري. وللتذكير، اتحاد العاصمة فريق قوي، فريق اللي كيعجبنا صراحة. ما كانش يدخل في هذه المتاهات، وما كانش عليه أنه يدخل في هذه الأمور هذه اللي ما دخلش في كرة القدم ولا في المجال الرياضي. فاتحاد العاصمة فريق قوي، فريق فاز بكأس الكونفدرالية الإفريقية اللي كان كيدربو السيد بن شيخة. كان فريق كيعجبنا صراحة، فريق كيلعب الكرة، فريق كيمتع. لكن ما شاء الله قدر الله ما شاء فعل، فدخل في المتاهات لا غنى عنها. كنتمنوا أننا إن شاء الله نشوفوا مقابلة النهاية بين فريق الزمالك وفريق آه، نهضة بركان المغربي، وكنتمنوا حظ أوفر وحظ سعيد إن شاء الله اتحاد العاصمة في قابل الدورات من الكأس الكونفدرالية الإفريقية. وشكرا.